يا أهلا يا ولاد يا حلوين. هنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا اقعدوا حواليا واسمعوا الحكاية معايا. في قرية جميلة وسط الخضرة كان فيه ولد اسمه عصام. عصام كان ذكي وشاطر، بس كان لسانه مش دايما طيب. لما يتكلم مع أصحابه ساعات يضحكهم وساعات يجرحهم بكلامه من غير ما يقصد. في يوم وهو ماشي في السوق لقى راجل كبير بيبيع كتب قديمة. قرب عصام من الراجل وقال له: عندك كتب فيها مغامرات؟ الراجل ابتسم وقال: عندي كتاب واحد بس، مش أي حد يقدر يقراه. عصام قال: طب وريني كده. الراجل اداله كتاب عنوانه كنز الكلمة الطيبة، ولما عصام فتحه لقى أول صفحة مكتوب فيها: الكلمة اللي بتقولها زي السهم، تقدر تداوي أو توجع. الكنز مش في الذهب، الكنز في اللسان اللي يطيب الخاطر. وفجأة الكتاب نور وسحب عصام جواه. لقى نفسه في مكان غريب، فيه ناس زعلانة وناس بتعيط، وكلهم بيقولوا: عصام قال كده، عصام ضحك عليا، عصام جرحني بكلامه. عصام اتخض وقال: أنا كنت بهزر بس. ظهر الراجل العجوز وقال له: الهزار ما يجرحش، الكلمة زي المفتاح، تفتح القلوب أو تقفلها. رجع عصام تاني لعالمه والكتاب اختفى، ومن يومها بقى كل ما يتكلم يسأل نفسه: الكلمة دي هتفرح ولا تزعل؟ ولما حد يضايق يفتكر إن الكنز الحقيقي هو الكلمة الطيبة. يا ولاد، كل كلمة بنقولها ليها أثر، ممكن تفرح قلوب أو تزعل ناس. اختاروا دايما الكلمة الطيبة، لأنها بتعيش جوه الناس أكتر من أي كنز. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي.